المغرب عايش بالسياحه بالتوريزم، انا كيفاش نروح نقارن روحي بواحد عايش بالتوريزم؟ نروح نعاين نقارن روحي بواحد عنده اللي عندي، عندها بترول، عندها غاز، عندها مساحه قد قاره، عندها نروح نقارن روحي به. لا لا، المغربيين يجوعوا نقارن تونس ونقارن الله يهديك. يا امير يا امير يا امير، احنا خير من المغرب، خير من تونس، خير من مصر، خير من ليبيا، خير من العراق، خير من افريقيا كاع، خير من افريقيا، والله خير من افريقيا، خير من سوريا. احنا الدول العربيه اللي احسن منها هي السعوديه. خير من الصومال ثاني يا شيخ، ذوك دول ما تقارنش نفسك بها، انت اكثر منهم اصلا. نحكي لك انا اقول لك روح قارن لي بالدول. هذا هو سبب التاخر، لانك دائما تقارن روحك بالناس اللي ما عندهمش واش عندك. هذا هو اللي يخليك دائما تبقى ترجع مشاريع افونسي لاريير، ماشي تافونسي لقدام. بالله يا امير، اذا كان الهدف تاعك النجاح فتروح تحوس الى خصم قوي اللي عنده واش عندك. اذا عندك صح تحوس الى هدف، توصل لهدف النجاح، تبحث عن خصم اللي باغي تقارن روحك معاه، فروح الى البحرين، روح الى قطر، روح الى الكويت، روح الى السعوديه، روح الى الامارات، روح الى هذه الدول اللي عندها بترول. انا جاوبك ما تكزيستيش هنا وين تكتشف ان اللي يحكمك سراق. اذا رحت تقارن روحك مع هاد الناس غادي تفيق باللي اللي يحكمك سراقين. امير انا نجاوبك هنا. قلنا السعوديه 11 مليون برميل بترول في اليوم، الجزائر مليون برميل. 11 مليون. خلينا نحكي قطر والامارات دوله بحجم ولايه قالما، وفيها الثروات اللي في الجزائر، ونسبه السكان تاعها ما كانش مليون. عندها مهاجرين، عندها مهاجرين الامارات. مهاجرين؟ كل شيء 4 مليون بالمهاجرين بالسكان بالعماله كل شيء في بعض. وحجمها حجم ولايه قالما، والثروات اللي فيها ثروات بلاد الجزائر. حجم ولايه قالما اسيدي معليش، علاه ما بناولكش انت يا دبي في قالما؟ ما قلنالكش بنينا دبي كاع في لاجيري، غير في قالما. لانه الثروات في البلاد عم تقسم على جميع الوطن. لو كان من اجل ماذا؟ عم تقسم، ما يقدرش يقسموا الثروات. راهم يقسموا الثروات على واش؟ على جال المنشآت. على جال المنشآت، ايوه. انت في الجزائر واش عندك منشآت؟ والله حاليا راني نشوف في المصانع رايحه ان شاء الله، راهي عم تسوى. رايحه سمح لنا نقعدوا غير راهي جايه لا كيما الزراعه على ارض الواقع. الزراعه على ارض الواقع. واش قلت انت في الزراعه اللي سواها الجمهوريه؟ بالله تشكروا ولا لا؟ شنو شكروا؟ تشكروا الشيء اللي دار ولا؟ ادخل المارشي باش نشكروا، روح ادخل عندها المارشي باش نشكروا، روح رفد الباني تاعك ودخل المارشي وشوف لاش تشكروا. شوف يا امير كيف تشكروا؟ كي تدخل انت ما تقدرش تدخل المارشي، تشوف غير من بعيد الكارطون كاتبين فيه البريطور. القطار اللي عم يسوي فيه القطار وين الشكر؟ القطار تاع مراسل الشكر راهو يخدم دار الشباب منحه ولو انها بسيطه، فهذا يحسب له. ولي بوتفليقه ما يحسبش له، هو بوتفليقه عطاك الملاير. حتى بوتفليقه جزاه الله خيرا ما قصر. بوتفليقه عطاك هذا، عطاك 50 اورو راهم يباتوا يمدحوا فيه 50 اورو. بوتفليقه عطاك الملاير صح. بوتفليقه جزاه الله خيرا ما قصر. 50 يورو ولا 50 دولار راهي تعمل في الجزائر، مو مثل اوروبا. لما انت تمشي في الجزائر تمشيك اسبوع، في اوروبا تمشيك شيء تمشي اسبوع. 1.5 مليون اللي يعطاها رئيس الجمهوريه ولا 2 مليون. تقسيم هو في التعليقات تمشيهم اسبوع، انت تقول هذه شهريه تمشيك اسبوع، شوفهم لا تمشيهم اسبوع هذه 1.5 مليون. اذا كان واحد اذا هو يتكيف باكي دخان ب 40,000 ويتغدى 50,000 وكذا ما تمشيش 4 ايام. اما اذا كان يرشد في النفقه تماك باغي ما يتكيف ما ياكل ما ولي يجبدها يطلع عليها يعاود يردها. لا ياكل يكفي يمشي اموره حتى ياتي الله بالفرج. يا صبروا خاوتي، قال لكم هذا منها لكم سي الحسين، قال لكم صبروا. وانا نقول لكم يا خاوتي، انا شوف 4600 اللي راح يتابعوا فيك خاوتي. لا تربطون رزقكم بالمخلوق، اربطوا رزقكم بالخالق، بالله عز وجل هو الرزاق في السماء. عندي سؤال لك شويه شخصي، اسمح لي. تفضل. شحال المدخول تاعك في الشهر انت في السعوديه؟ صارحني. ما غادي نقسم معاك، ما غادي غير قول لي المدخول تاعك شحال صراحه امام الله. راك في ارض الله. مبلغ كم مبلغ
قلت لك شحال؟ مبلغ محترم جدا ما في، انا ما نعرفك، ماك جاري، ماك صاحبي، ماك ولد خالتي، ما راني باغي نطمع فيك. انا غير بغيت في اطار سياق الحديث، انا امنتك امام الله سبحانه عز وجل في الارض اللي راك فيها، الارض طاهره، انسان مدين تبارك الله. قولي صراحه شحال تدفع فلوس؟ فوق المليار. فوق المليار؟ نعم. روح دخل الجزائر. وفي الجزائر ان شاء الله، وفي الجزائر ان شاء الله نفتح مصنع في الجزائر، مصنع لباس احرام، وان شاء الله عندي مشاريع في الجزائر. وين راني نقول خويا راه طايح قلبه رب وضاد داخل بالوضع علينا. يا امير يا امير يا امير، انا بس هذا رزق كان من الله عز وجل، لم ولن اتكل في يوم من حياتي على مخلوق في الدنيا دي نهائيا. تبارك الله تبارك نهائيا. وتربيت فقير وعشت فقير وكبرت فقير، ومن هذه هذو اللي في التعليقات كبروا في كلوب دي بان ولا هذو راه مقود عليهم كيما انا كيما خليني نحكي لك يا امير، انا كيف وصلت لهذا الشيء. انا توكلت على الله عز وجل، وشديت في الله عز وجل، وهو رازقي، واتخذت بالاسباب. وايضا نرجع شوي للدين، ان المعاصي تذهب الرزق. فالانسان لما يعمل معاصي الرزق تاعه يكون نازل، والمعاصي تطلع الرزق تاعك. صح. شوفي وخاصة ذنوب الحيوانات. تقدر على ما قدرش تقعد في الجزائر وتخدم وتدخل هذا المبلغ ما شاء الله. انا نازل ان شاء الله الجزائر. تبان غير نهضر معاه يقول لي نازل، نهضر مع واحد من كندا يقول لي نازل، نهضر معاه من فرنسا يقول لي نازل، يخدم بلادي، يقول لي نازل، نهضر معاه من اسبانيا يقول لي كاع معهم ناس بصح واحد نازل. اكيد يجي يوم ننزل الوطن البلد. توريست. لا نروح نعيش في بلادي. جاي يوم من الايام واحد كي دير ثروه برا بلادك، كي دير ثروه برا بلادك، باش كاين بلادك على بالك ما ديرش فيها، ما ديرهاش. شوف انا في الجزائر الحمد لله كنت تربيت فقير، ونحكي لك قصتي بمختصر. بعدين مشيت التجاره، كنت نبيع ساشيات، كنت نبيع البويرات، كنت كذا، وبعدين مشيت محل، فتحت حانوت صغير، وبعدين ولا عندي حانوت ثاني، وبعدين ثالث، وبعدين رابع، والحمد لله. فهمتني؟ وبعدين مشيت لقدام، ورزقني الله عز وجل، فتح الله عز وجل الابواب. القدام فتح رب الله عز وجل الابواب، ولكن دائما رزق الله عز وجل. انا امنتك، شوف معاهم هما في التعليقات. يا امير نحن لا نزيد الطينة بالله يا اخي العزيز، والله الوطن غالي. فيه ناس تفهم كلامك، وفيه ناس ما تفهمش كلامك. هذو ما يفهموش، اللي يفهموا عطا هذونا 5 دقايق يعرف. فيه ناس ما تفهمش كلامك. شوف اللي يفهموا عطا هذا ديك القوت ترى ما غير يلحتوا الفخوره هما يلحتوا 4800 انت كتغيب هذا يا امير فهمتي. هذا لو كانوا يسمعوا العيطه زعما في الشوارع، زعما يفطن هكا يسمع هذيك الاخرى تاع قولوا الشنقريحه وبنتك شحال ريحه، قولوا الشنقريحه يا وليدي الريحه، وكانوا يسمعوا هذه يخرجوا كاع هاك تشوفهم. يا امير انا ننصح هذو غير مصابر يشوفهم من بعيد بلا جيم، هذو ما عارفين نفهمهم ساكنين واش ما كاينش، لا عارفين كلشي. يا امير اللي ما يفهمنيش اللي يدخل عندي يا امير، خليني ننصح الشباب من اللايف تاعك انه وقت صار. علاش بغيت مره شوف انا حاجه مليحه، انا كي لو كان بغيت نطلع عندي وحدين هذوك تاع الاخرين اللي من هي بروسل ويقول لك لا وما خليكش تمرر الافكار وما خليكش، لانهم يعرفوا الحقائق. اما كي يجي يطلع معايا واحد اللي يكون من جهه اللي تاع النظام ويقول لي باغي نمرر بالرساله، نخليه. تعرف علاش؟ تكون عارفهم هذول هنا كاع طايبين وكاع ما تحشالهمش، قول لهم تفضل. شوف خوتي ننصحكم، راني جاي غادي ننصحكم مع خوتي وراكم عارفين. انصح نفسي وانصحكم، الوطن غالي، البلد غالي. شوف تعليقاتهم راهم كل يحكيوا بالمليار. شوف تعليقاتهم شو تصحفهم قاعد تعفيتني هذا جات تصحفهم. شو جابك تقول ننصحكم عليها مليار. والوطن غالي، الوطن يدير مليار في شهر راسي معاه. انا الشيء هذا قلت لكم يا ناس، انا طبيت فقير ولم اخذ على بالي على بوزيت لك هذيك لا كيستيون هذا ماشي سهل. لم اخذ من الدوله الجزائريه ريال، ولم اخذ من الدوله الجزائريه ولا فلس. نقول هما فهمهم ماشي انا فهمهم هم.
خاوتي اللي حاب ينجح في حياته اول شيء يرجع الله عز وجل، وبعد ما يرجع الله عز وجل يقدم الاسباب ويجتنب الذنوب وخاصه ذنوب الخلوات. فوالله انها تذهب الرزق كما يذهب الريح الرماد. يعني يقول لكم ذنوب الله ذنوب الخلوات، يعني ما تكفتوش. زيد كمل. وثانيا انصحكم بالحفاظ على البلاد، وخلينا وراء رئيس. ليه صحتك هذوك كتقول لهم ننصحكم بالحفاظ على العباد، راك تشوف فيهم هذا ديجينيرول. بدوش يحافظوا هذوك يحافظوا عليها، يحافظوا عليها محسوب هذو راهم قابضين القوات المسلحه وهذو راهم مقود عليهم قاري عليهم. كي حافظ يدير كي حافظ عليه اش تيدير له هذا كي حافظ عليه يقول لك يدير هذا مقود عليه. هذا راه قاعد قابضه ما عندهاش قارو دخان كيما حافظ على البلاد محسوب وراه مهددها. انا جيت خدم راسك الحسين خويا مالك الحسين خويا خليه يقدم نصيحه يا امير خليه يقدم نصيحه يا خوتي قدم هنا يا خوتي لا يجوز. انا راه نص راك عم تطول دوك يصبح ينسى نصيحتك هذيك دوك يصحى ينسى كاسورك قول لا يجوز شرعا التكلم في ولي الامر بسوء ولا الخروج عنه ولا الاساءه لولي الامر، وعند الله عظيم هذا الامر. انا خبرك تعرفوا انت غادي يحبسوا هاد الصوالح متى قد يكون يديروا مليار في الشهر يحبسوا هاد الصوالح. انا حتى كنت فقير وكنت هذا المبدا تاعي حرام حلال. نيشان الحسين نيشان خوتي لا يجوز شرعا التكلم في ولاة الامور، ولا يجوز الخروج على ولاة الامور، ولا يجوز الاساءه لولاة الامور. معليش امير ممكن قاعد يكشف في ناس كذا بالدليل، فجزاه الله خيرا. بارك الله فيك سي الحسين الله يجازيك قسم معايا المليار تفضل. وثانيا خوتي بلادنا نبنوها احنا ولادها. احنا واش قدمنا الوطن؟ احنا واش قدمنا البلاد؟ والو.